يا صباح عظمة خلق ربنا سبحان الله، يعني في كل فصل جمال مميز. لو انتم متابعين القناة هتلاحظوا ان سبحان الله كل فصل ليه جماله. هدخل في الموضوع على طول. فيديو النهاردة هيكون كده روتيني الصباحي، فهيكون كده الروتين الصباحي في عطلة نهاية الأسبوع اللي هو يوم السبت. فزي ما انتوا كده شايفين اللي هو أجواء التلج وكده، فأنا بصراحة بحب الأجواء دي جدا. هفطر بقى حاجة كده سريعة، يعني قهوة وكده. والكيك ده أنا جبته من السوبر ماركت عادي. بصراحة أنا يعني مش من العادة ان أنا باكل أكل غير صحي، بس كنت جايباه للضيوف وكده فقلت اخد لي يعني قطعة. حطيت القهوة في العلبة اللي هي بتاع كريمة الخفق. عايزة اقول لكم ان انا بستنى العلبة اصلا تخلص عشان الجزء ده. بحب احط فيها جدا القهوة وارجها شوية وكده، فبكون القهوة طعمها مميز. المنظر وهو والتلج بيتساقط على الحقيقة كمان، يعني أحلى من كده بكتير. سبحان الله مبدع. بحاول كده أحيانا يعني أتفرج على حاجة الصبح. بصراحة معرفتش أتفرج قوي يعني. فده مسلسل كوري كده بتابعه. طبعا أشلي لازم تمسك اللابتوب وكده أو حتى الموبايل، فمش بعرف أتفرج قوي. بس هي طعمها جميل قوي على فكرة. هي كيكة ايس كريم بس للأسف مش صحية يعني، فما ينفعش ناكل منها غير حاجة بسيطة كل فين وفين. عندي بقى حاجات يعني هنظمها بالنسبة لإعادة التدوير. لو حاجة ازاز زي ما انتوا شايفينها كده بغسلها يعني كويس، وبعدين بحطها برضو في غسالة الأطباق تاني علشان زي ما انتوا شايفين كده شكلها نضيف جدا. تمام، بحيث ان انا اقدر استخدمها تاني، او ان انا خلاص برضو بحطها في اللي هو يعني العلبة الخاصة بإعادة التدوير وكده. بس المهم ان هي لازم تكون نضيفة. البلاستيك برضو يعني بغسله كويس جدا بس مش في غسالة الأطباق علشان ما يسحش. تمام، وبحطه برضو ايه في اللي هو يعني الكونتينر الخاص في إعادة التدوير. بيجوا مرة كل أسبوعين. عندي بقى تنظيف كتير جدا جدا. فبصوا ده اول مرة ان انا اجيبه كده، هو صالح لكل الاستخدامات يعني. فهجرب كده انضف بيه الحوض، يا ترى اشوف يعني هيعمل نتيجة كويسة ولا لا. هنا بوريكم بقى يعني ده ممكن ناس كتير تستغرب ان ده يا جماعة فلتر مية، بس مش بيتركب في الحنفية وكده. هو ده احنا بنحط جواه المية. تمام، وبعدين هو على فكرة فلتر عالي الجودة جدا جدا جدا. تقريبا اللي جواه ده فحم يعني. المهم ان هو يعني حاجة بصراحة تحفة. وفلتر من اقوى الفلترات. كارل عنده يعني دقة في الاختيار ده وكده. هو بس شكله مش بيعجبني شوية، فحتى حطيت عليه الابيض ده. نبتدي بقى هنا ننضف الحوض. عايزة اقول لكم ان انا كل يوم يعني كل شوية بقعد اجيب بقى منتجات تنظيف وكده واقعد اجرب. عندي الحوض بصراحة مهما غسلته برضو هو فيه يعني لونه نفسه مش اللي هو بيلمع قوي يعني. مهما عملت فيه هتشوفوا بنفسكم دلوقتي، وجربت كمان خلطة تانية هتشوفوا يعني هعمل ايه.
ده بعد ما خلصته يعني اتغسل كويس جدا باللي هو المنظف اللي انا جبته ده، فبصراحة ما عجبنيش، فقلت لا خلاص هجرب بقى ايه خلطة تانية. حطيت اللي هو البيكربوناتو ده وحطيت عليها خل. تمام. غالبا انا بصراحة بغسله بالطريقة دي حتى بعد المنظف برضو، لان هو زي ما قلتلكم ان هو مش بيلمع قوي بسهولة. هنا بقى بعد ما غسلته بالكربونات والخل وكده فإلى حد ما يعني على الحقيقة كان شكله بيلمع اكتر وانضف من الكاميرا كمان. اكتبولي بقى كده في التعليقات ايه اكتر خلطة او اكتر منتج بتحسوا ان هو بينضف الحوض عندكم بيخليه يلمع ونضيف. التلج بقى وهو بيتساقط كده بصراحة يعني منظر جميل ان الواحد يكون بينظف ويشوف التلج وهو بيتساقط. هبتدي بقى انضف الرخامة، لازم طبعا بشيل كل حاجة وكده. بصوا بصراحة انا مش بستخدم مثلا حاجات زي دي اللي هي المنظفات دي كل يوم، لان غلط، لان عارفين طبعا كيماويات وكده فبيبقى غلط علينا، حتى انا كنت بكح وانا بنضف اساسا. فيعني بستخدمها مثلا بس مرتين في الاسبوع، لكن كل يوم طبعا كذا مرة الواحد يعني بيقعد ينضف في المطبخ زي في اي بيت وكده، بس بيكون بالمية بس، بنضفه بالمية بس، لكن ككيماويات مش بستخدمها دايما كل يوم. انا فصلي المفضل بصراحة هنا هو في امريكا يعني الخريف، لان شاركت معاكم كذا مرة جماله، بس الشتاء وقت تساقط التلج بيكون مميز جدا برضو. زي ما قلتلكم ان الحاجات الازاز وكده ممكن بستخدمها مرة تانية، فزي الازازة دي كده بستخدمها للمية. عايزة اوريكم دي بقى، بصوا فكرتها تحفة بصراحة، انا جبتها يعني قبل ما اشلي تتولد وكده، بس سبحان الله نفعتني جدا. بصوا بحط فيها كل العابها، فبقدر ان انا بدل ما الالعاب كل شوية اجيبها واوديها، وفي نفس الوقت عشان ما تبقاش مبوظة شكل الاوضة، فما اشتي مثلا بتنام شوية او كده فبحط بقى الالعاب فيها وانا بنضف كمان وكده، بدل ما تبقى مبهدلة. عايزة ان شاء الله ابقى اعمل لكم فيديو عن مميزات وعيوب المكنسة بتاع دايسون، لان هي بصراحة مسعفة جدا، وحلوة قوي ان هي خفيفة في الايد، بس للأسف ليها قصدي عيوب برضو صعبة جدا جدا جدا. ومنها ان هي للأسف بتفصل يعني. بصوا قعدت معانا يدوب بس سنتين، بعد السنتين بصراحة ابتدت ان هي بقى تبوظ والبطارية بتاعتها مش بتستحمل كتير، واحطها في الشحن كتير فمش بتقعد معايا وقت كتير يعني. الفرشة دي بقى بصوا حلاوتها ان هي طويلة قوي، فبقدر ان انا عشان الحيطان طبعا كل فترة والتانية لازم انضف الحيطان بيها، بس مشكلتها ان هي مش مريحة في الايد، زي ما انتوا اكيد شايفين حركة ايدي فيها مش مرتاحة فيها، بس بصراحة بتطول اماكن كتير عشان طويلة. سامعين؟ هنا كنت بوريكم اللي زي وانا بنضف بتخبط، يعني اللي هي العصاية اللي فيها من النص بتقعد تخبط في الحيط، فبتبقى مش مريحة زي اللي هي بتكون عاملة زي الريش كده. بس بتنفع جدا، اللي هو زي ما انتوا شايفين كده الحاجات العالية اللي زي دي طبعا لازم الواحد ينضفها كل فترة، فبتنفعني جدا في ان انا انضف الاجزاء البعيدة جدا في الحيطة.
نرجع بقى للتنضيف بصوا ده كان بصراحة متوسخ كتير جدا علشان مثلا واشلي بتلعب ممكن تحط عليه اكل حاجة او كده، فجربت فيه اللي هو المنظف ده وكده، فبصراحة يعني عمل شغل كويس لحد ما زي ما انتوا شايفين كده. مثلا الجزء ده هو مكانش متوسخ قوي بس الاجزاء التانية كانت متوسخة اكتر فنضفه يعني. فبصراحة هو طلع كويس في كل حاجة ما عدا الحوض، يعني كان بينضف كويس عشان هو بالليمون بس ما عدا الحوض، دي الفرشة اللي انا استخدمتها يعني. برضو بحب احط مثلا قشر برتقان او قطع برتقان مثلا احيانا وتفاح على النار عشان يدي ريحة حلوة للبيت. في الغالب بعد ما بخلص شغل البيت باخد اشلي يعني بتمشى انا وهي، او بيبقى الصبح بدري قبل ما ببدأ بصراحة اي روتين او كده. بس المرة دي سبتها مع كارل بما انه بقى نهاية الاسبوع وكده، وفي نفس الوقت لان الطريق بصراحة مش امان قوي، وحبيت ان انا اتفرج على التلج وهو بيتساقط يعني وكده في الشارع، لكن يعني ما اتمشيتش غير حوالي بس 10 دقايق بصراحة عشان الجو كان برد جدا جدا جدا. كده نكون وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى الفيديو يكون عجبكم وما يكونش يعني تقيل على قلبكم، واكتبولي في التعليقات حابين ايه نوعية الفيديوهات اللي انتوا حابين تشوفوها في القناة. شاركوني بقى في التعليقات انتوا كمان بتعملوا ايه في روتينكم الصباحي عشان اتعرف عليكم اكتر وكده. طبعا في حاجات كتير بتحصل ما وراء الكواليس مع اشلي وكده، بس انا حبيت اشارك معاكم بعض المقتطفات. وغالبا يعني في عطلة نهاية الأسبوع احنا لازم بنروح مثلا حاجة زي السوبر ماركت، ده أساسي، في حاجات تانية بنعملها في يومنا، بس أنا شاركت معاكم الجزء الصباحي اللي هو خاص بيا أنا بروتيني أنا بعمل ايه.